كل الناس بتدور على قروض من الموبايل، بيتكسفوا من بعضهم. وما بيتكسفش لما حد يقوله او تطبيق يقوله عايزين صورة سيلفي وصورة البطاقة. فطبعا بيديهم صلاحية الدخول على الصور والفيديوهات، فبيخش ياخد كل صور مراتك وبنتك وزوجتك واختك واهل بيتك كلهم عشان يديك كارد ب500 جنيه. لو مش مصدقني التطبيق ده بيدي لحد 20,000 جنيه كاش ناو. تقدر تحمل التطبيق وتديله صلاحية الدخول على الصور والفيديوهات وجهات الاتصال وحسابك المصرفي وحسابات السوشيال ميديا بتاعتك. وبعد كده تطلب الكارد اللي انت عايزه وتستنى رد الكارد عليك. اقصى حاجة ممكن يديها لك 500 جنيه تسددهم 850 جنيه خلال 5 ايام او اسبوع. ولو رفضت، وطبعا انت متبقاش طالب المبلغ ده، انت تبقى طالب مثلا 10 تلاف، 15 ألف، وعلى 6 شهور أو سنة، هو بيديك 500 على أسبوع. ولو ما سددتش، الداتا اللي عنده ممكن يبعتها لجهات الاتصال المميزة اللي عندك، اللي انت سايبها له وكاتب له عليها مميزة وهو داخل على جهات الاتصال بتاعتك. وممكن يهددك انت شخصيا بالحاجات اللي هو خدها من على تليفونك، بخلاف ان هو كده كده هيبيع معلوماتك الشخصية لجهات خارجية او طرف تالت. لو ما كنتش عارف كل المعلومات دي وعرفتها من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب، وحذر غيرك من تطبيقات القروض الشخصية في مصر.